ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اكيد في مرة حسيت ان كلام التنمية البشرية عكس بعضه، متناقض. بنقول حاجة وبعدين بنرجع فيها. ايوه، انت احساسك صح. اللي انت حاسه ده طبيعي مش غريب. فعلا التنمية البشرية فيها حاجات عكس بعض. خلي بالك احنا بشر بنتعلم وبنتطور عادي جدا. عادي ان انا اكون شايف فكرة صح، ومع التجربة والتفكير والخبرة وان انا اتكلم مع ناس واقابل ناس اكتشف انها غلط، اطلع واقول انها غلط. لما تعترف بغلطك ده معناه انك انسان حكيم. كل مدرب تنمية بشرية بيتكلم من مستوى وعيه، فهتلاقيهم بيختلفوا مع بعض زيهم زي اي مجال تاني. زي مدربين الكرة هتلاقيهم بيختلفوا مع بعض في اساليب التدريب، والعلماء هتلاقيهم بيختلفوا مع بعض على النظريات، والمؤرخين بيختلفوا على التواريخ مع بعض، ومشرعين قانون هتلاقيهم برضو بيختلفوا حوالين القوانين. اي مجال هتلاقي ناس بتختلف فيه على حاجات. احيانا بقول على حلول مختلفة لان ما ينفعش ادي لكل واحد نفس الحل. كل الناس مستوى وعيها بيختلف، ظروف حياتها بتختلف. ما ينفعش الدكتور يعالج كل واحد بنفس الدواء. حتى لو اتنين مرضى مثلا بيعانوا من نفس المرض، هتتفاجئ لما تلاقيهم بيتعالجوا بأدوية مختلفة رغم انه نفس المرض، بس لا، هيتعالجوا بطريقة مختلفة. كذلك برضو مدربين التنمية البشرية. مدرب التنمية البشرية ممكن يجيله كذا حد بيعاني من نفس المشكلة، لكن بيديهم حلول مختلفة. لأن زي ما قلت قبل كده مستوى كل واحد بيختلف، وظروف كل واحد بتختلف عن التاني. انت من حقك انك تختار الحل المناسب ليك ولحياتك، مش من حق اي حد يفرض عليك حل معين. ولا انا هنا علشان اجبرك على اي حاجة، لان ده نوع من الوقاحة. تعال ناخد امثلة ازاي كلام التنمية البشرية متناقض. هتلاقيني بقولك حب كل الناس، ودي عكس ابعد عن الاشخاص السلبية. خليك نشيط ومجتهد عكس خليك هادي في حياتك واشتغل بذكاء، وامشي كده وخليك على مهلك في الحياة. حب نفسك زي ما انت واقبل نفسك زي ما انت عكس طور من نفسك. انا بقولك اقبل ان في حاجات عكس بعضها، اقبل ان في تناقضات. ومن ناحية تانية هتلاقيني بقولك لازم تكون صورة عن الحياة او تكون نظرتك للحياة كويسة جدا وما فيهاش اي تناقضات. فالمفروض تعمل ايه في الحالة دي؟ هتلاقيني دايما بقولك ازاي تكون سعيد وبديلك خطوات عملية للسعادة، وفي نفس الوقت بقول حقائق ممكن ما تعجبكش او ممكن تزعجك او تضايقك. خطط لمستقبلك عكس عيش اللحظة، والقايمة طويلة جدا. العلوم برضو هتلاقي فيها حاجات عكس بعضها زي الفيزياء والكيمياء والمنطق والفلسفة، الاقتصاد، البيولوجي. فالناس الحكيمة هي اللي بتقدر تقبل التناقضات، أو بتقدر تقبل إن في الحياة فيها كل حاجة وعكسها. زي الحياة فيها طول وعرض، صبح وليل، راجل وست، شمس وقمر، ينج يانج. أو مجال خرافة أو مجال كله على بعضه غلط. لا 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 لا. ده طبيعي جدا. انا هسيب لك تحت في الديسكريبشن دلوقتي موقع ويكيبيديا جايب امثلة من كل العلوم لكل حاجة وعكسها. ازاي العلوم يعني فيها كل حاجة والعكس. اقراه وذاكره كويس جدا جدا. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.